اهلا بمتابعين رونيتا من كل مكان. اتمنى تكونوا بخير وباحسن حال. زي ما تعودنا دايما في سلسله حلقاتنا بنتكلم عن يوميات في حياه المصريين القدماء، فاحنا النهارده هنتكلم عن معتقدات او افكار كانت خاصه بحياه المصريين القدماء. المعتقدات دي كانت حقيقيه تمام، لكن الاسطوره اللي احنا هنتكلم عنها ليست تمت للواقع باي صله. طب الاعتقاد اللي كان عند المصري القديم ايه؟ كان بيعتقد ان في علاقه خفيه بين الانسان وبين اسمه، وان الاسم ده بيكون الجزء الحي من الانسان ده، بل كمان هو العنصر اللي بيقوم عليه شخصيته وقوته. فاعتاد القوم ان هم يسموا الشخص الواحد باسمين اتنين، اللي هو الاسم الاكبر والاسم الاصغر، او الاسم والاسم الجميل. واعتاد المصري ان يخفي اسمه الكبير وينشر بين الناس الاسم الصغير. من هنا اعتقد القوم ان محو اسم الشخص من مقبرته ده بيعتبر عمل كافي لقتله للأبد. يعني لو اسمك مش موجود في مقبرتك انت كده مفيش لا بعث ولا حياة ليك تاني، خلاص انت مت للأبد. فالأسطورة اللي معانا النهاردة هنتكلم عنها اسمها أسطورة حيلة إيسا، مكتوبة على بردية موجودة في متحف تورين، بترجع لأيام الأسرة ال19. اهتم كتير من العلماء بنشرها زي أودولف إيرمان وألين جاردنر وجون ويلسون، كمان ترجمها وعلق عليها الكثير من العلماء المصريين. الأسطورة بقى بتاعتنا بتقولنا ان إيسا اللي هي إيزيس طبعا كانت امرأة حكيمة في قولها، لها قلب يفوق في شجاعته قلوب ملايين الرجال، ومفيش حاجة في السماء أو في الأرض هي ما كانتش تعرفها، كانت عارفة كل حاجة إلا شيء واحد بس وهو محور الأسطورة بتاعتنا. كانت عايزة تعرف الاسم الأكبر للإله رع. بينما كان الإله رع بيدخل كل يوم للسماء على رأس رجال سفينته، وكان بيجلس على عرش الأفقين، وكانت قد تقدمت به السنون، يعني كبر في السن وضعف تحكمه في لعابه اللي كان كثيرا ما يسيل من شدقيه وبيتساقط على الأرض. فتناولت إيسا بعض منه وعجنته في تراب من الأرض، وشكلت منه ثعبان مقدس ليه علشان تحطه في الطريق اللي كل يوم رع بيمشي منه علشان يلدغه. كان الإله رع بيسير في طريقه كل يوم كعادته، وكان آلهة قصره بيسيروا خلفه فلدغوا الثعبان. ففضل يصرخ لدرجة صراخه وصل لعنان السماء ويقول للآلهة أغيثوني أنتم يا معشر الآلهة. فالآلهة جت، الآلهة الصغار جم بيندبوا وبيبكوا، وتقدمت إيسا وبتسأل عما جرى، فبتقول ماذا جرى؟ بتكلم الإله رع بقى. إذا كان ثعبان قد أصابك بسوء أو أن شيئا من مخلوقاتك قد عصاك فإني سأسحقه بقوة سحرية. في ثعبان لدغك ولا في حد من مخلوقاتك ما سمعش كلامك؟ فأنا سأسحقه بقوة سحرية. فبيتملك أعصابه من التعب الإله رع وبيرد عليها وبيقول لها اللي حصل. فبتقول له إيسا أخبرني باسمك أيها الأب المقدس. ده هدفها أصلا بقى، أخبرني باسمك أيها الأب المقدس، لأن الإنسان لا يستطيع أن يحيي دون أن يذكره في تعويذة السحر. يعني بتقول له إيه؟ قول لي اسمك الحقيقي علشان أحطه في تعويذة السحر علشان أخلي السم يخرج من جسدك. فرع قال لها إيه؟ أنا خبري في الصباح، أنا راع في الظهيرة، وأتم في المساء. دي طبعا أسماء الإله راع بس بالهيروغليفي تمام. لكن السم برضو لم يغادر جسده بالرغم من أنه هو ذكر أسماء. فتقدمت منه إيسا وقالت له إن اسمك الحقيقي لم تذكره بين الأسماء التي قلتها. إذا أخبرتني به، يعني لو قلت لي الاسم الحقيقي، خرج السم من جسدك. فرع قال لها يا ابنتي إيسا قربي أذنيك مني حتى يخرج اسمي من جسدي فيدخل جسدك. ومن هنا بقى هكذا تمكنت إيسا من معرفة اسم رع. فقالت إيه؟ اخرج أيها السم من جسد رع المحترق، اخرج على الأرض أيها السم القوي. بالتالي خرج السم من جسد رع، ومن ذلك الوقت أصبح قلبها هو الرؤية اللي كان بيتلوها السحرة علشان يشفوا بيها أي إنسان من لدغة الثعبان. بس كده بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا. انتظروني الحلقة الجاية مع رونيتا بموضوع جديد. بس لو في استفسار حوالين الأسطورة عادي ممكن تسألني في كومنت تحت. انتظروني الحلقة الجاية مع رونيتا بموضوع جديد. سلام.